السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلبة جريد 4 عاملين ايه؟ النهاردة هنكمل مع بعض يا ولاد موضوع الليسون اللي فات اللي هو الادابتيشن. هنتكلم النهاردة عن عنوان الليسون بتاعنا adaptation for survival، يعني التكيف من أجل البقاء. يعني ايه؟ يعني ان الليفينج اورجانيزم بتعمل التكيف ده عشان تقدر تستمر وتعيش في الانفايرومنت اللي حواليها باختلاف الانفايرومنت. كل ليفينج اورجانيزم بيقدر يعمل الطرق بتاعة الادابتيشن بتاعه عشان يقدر يكمل ويعيش في الايه environment اللي حواليه. يعني احنا هنا في الاسم بتاعنا بنقول ايه؟ some animals have some adaptations that help them to survive reproduce in their different environments. يعني بعض الحيوانات بتكون عندها ليها الادابتيشن بتاعها عشان يعمل ايه help them ان هو يساعدهم to survive ان هو يبقى، واحنا قلنا خلاص ان كلمة survive يعني يبقى ويستمر. reproduce ان هو يتكاثر ويكون اجيال in their different environment في البيئات المختلفة بتاعتهم. احنا عندنا في الليسون بتاعنا يا ولاد عندنا كذا اكزامبل، هناخد فور اكزامبل على الليسون بتاعنا النهارده اللي هو adaptation for survival. اول اكزامبل معانا يا ولاد، بس هنتفق مع بعض ان احنا كل اكزامبل هناخد كل واحد فيهم هندرس حاجتين ليه. الهابيتت يعني المعيشة، الهابيتت بتاعته والايه adaptation وطريقة التكيف بتاعه. كل واحد من الانيمالز اللي هناخدهم هناخد فيه حاجتين، ان هو الهابيتت بتاعته ان هو بيعيش فين، والادابتيشن اللي هو بيعمل ايه بيتكيف مع البيئة دي ازاي. اول ليسون معانا، اول اكزامبل معانا هو البولار بير. البولار بير اللي هو الدب القطبي زي ما انت شايف معايا في الصورة قدامك كده. البولار بير يا ولاد هو الهابيتت بتاعه ان هو بيعيش في الاركتيك ريجون او البولار ريجون، يعني بيعيش في الاماكن القطبية. القطبية زي ما قلنا السيشن اللي فاتت بيكون كلها بيكون كلها سنو او ايس، كلها جليد وتلج حواليه. فالبولار بير ربنا خالق له ادابتيشن معين يعمله. ايه هو الادابتيشن المعين بتاعه بيعمل ايه التكيف بتاعه؟ it has white and thick fur. عنده ايه white and thick fur، عنده الفور بتاعه او الفرو بتاعه بيكون وايت ابيض. ابيض ليه؟ اشمعنى ابيض؟ عشان هو حواليه كله سنو، التلج لونه ابيض، فربنا مخلي الفرو بتاعه لونه ابيض عشان يقدر يعمل ايه يعيش في البيئة اللي حواليه دي، يستمر فيها. وما كمان عنده ايه سيك فيور، وعنده السيك فور. السيك فور اللي هو الفرو السميك بتاعه. هنعرف كل واحد فيهم ليه. عندنا its white fur اللي هو الوايت الفرو الابيض بتاعه helps it بيساعده blend in يعني يندمج blend in with the snow ان هو يندمج مع السنو، مع التلج والجليد اللي حواليه. as it يعمل ايه sneak up يعني ايه sneak up؟ يعني ان هو يتسحب يتسلل on its prey، يستخبى وبيتسحب كده ويتسلل البراي بتاعته. براي يعني فريسة، اللي هو بيتاكل، اللي هو بيتم اصطياده، بنسميه براي. انت لازم تبقى عارف في الاسم بتاعنا الفرق ما بين كلمة براي وبريديتور عشان تبقى عارف ايه احنا بنتكلم على ايه. كلمة براي اللي هي الفريسة، ماشي؟ يعني هو ربنا مديله الوايت فور عشان ان هو يستخبى، يعمل بليند ان، يندمج with the snow، ماشي؟ ان هو يندمج مع التلج اللي حواليه، ويحصل ايه at sneak up، يعمل ان هو يتسحب يتسلل on its prey، يقدر يتحرك. لو هو مثلا يعني احنا اهو في الصورة هنا، لو احنا البولار بير هو كده مش ظاهر قوي وسط التلج اللي حواليه الابيض اللي حواليه الكتير ده. هو لو شايف براي قدامه، فريسة قدامه هو عاوز يصطادها، فهو كده هو يقدر يمشي وراها من غير ما تبقى البراي شايفاه، عشان هو مستخبي اللون بتاعه من نفس لون المكان، فهو مش واضح قوي. فهمت الفكرة ازاي؟ وعنده حاجة تانية عشان يقدر يعمل الادابتيشن بتاعه. عنده ايه عنده السيكنس بتاعة ايه الفور بتاعه، ان هو الفرو بتاعه سميك جدا. ده بيساعده في ايه helps it
stay warm إن هو يفضل warm يعني يفضل إيه دافي in its a cold arctic region إن هو في البيئة اللي هو موجود فيها المنطقة الباردة جدا دي إنه يقدر يكون إيه warm يفضل دافي. زي ما قلنا فكرة الجاكيت إن هو لابس جاكيت تقيل ربنا خلقه بيه إن هو السيك فور بتاعه إن الفرو بتاعه سميك جدا عشان يبقى متدفي ويقدر يعيش في الأماكن الباردة اللي هو ربنا خلقه فيها من غير ما يبقى حاسس ببرودة الجو دي ولا إيه عاملة له إعاقة في الحركة بتاعته زي قلنا قبل كده. زي ما أنت بتلبس جاكيت تقيل قوي في الشتاء عشان تقدر إن أنت تتحرك لو أنت خففت وما لبستش حاجات تقيلة هتبقى البرودة بتاعة الجو عاملة لك إعاقة إن أنت تتحرك مش هتبقى مش قادر إن أنت تقوم تمشي تذاكر تعمل تاكل أي حاجة تقدر تتحرك مش قادر من كتر ما أنت بردان. فأنت بتعمل إيه بتلبس وتقل وتلبس جواكت تقيلة. فهو طبعا هو ككائن حي مش بيعرف يعمل الكلام ده بنفسه ربنا خلقه طبيعي عنده الفور بتاعه سيكنس بيكون سميك عشان يعمل ايه stay warm يفضل دافي. تمام. دي فكرة الادابتيشن بتاعه. تاني اكزامبل معانا يا ولاد هو الايه براون اند بلاك بيرز. البراون اند بلاك بيرز اللي هو الدب البني والايه والاسود. الهابيتات بتاعتهم ان هم بيعيشوا فين في الفورست بيعيشوا في الغابات. احنا هنا قلنا بيعيش في الاركتيك ريجون اللي هو البولار بير لكن البراون والبلاك بيعيش في الفورست بيعيشوا في الغابات. ايه الادابتيشن اللي هو بيعمله they have dark fur عنده dark fur عنده فرو دارك او براون على حسب لونه. ليه give reason to help them hide among trees when they hunt عشان يقدروا يستخبوا ما بين الأشجار لما يكونوا هيعملوا هانت يصطادوا. يعني بص كده انت هو واخد من ألوان الانفايرومنت اللي حواليه فهو يقدر يستخبى عشان يعمل هانت يصطاد الفريسة اللي هو عاوز يصطادها من غير ما يبقى واضح قوي فتبقى بسهولة ان هو يقدر يتحرك. تمام. عندنا الاكزامبل يا ولاد اللي بعد كده عندنا ايه الكيريكال الكيريكال ده اللي هو القط البري. الكيريكال اسمه ايه كيريكال. الكيريكال اللي هو القط البري هو مختلف عن القط اللي هو العادي بتاعنا اللي نعرفه اللي هو الكات اللي انت تعرفها شكله مختلف شوية. وعندنا الايه فينك فوكس. فينك فوكس نوع من انواع الثعالب اسمه فينك فوكس. الاتنين دول يا ولاد الهابت بتاعتهم فين هما بيعيشوا فين في الديزرت. هما النوعين دول بيعيشوا فين في الديزرت. ايه الادابتيشن اللي ربنا خلقوا بيهم او بيعملوا ايه they have sandy colored fur. sandy colored fur عنده الفور بتاعه بيكون ساندي يعني لونه رملي واخد نفس لون الرمل. بص لونه مصفر كده واخد نفس الانفايرمنت اللي حواليه. ليه برضو give reason to help them blend in واحنا اتفقنا كلمة blend in يعني يندمج with desert landscape يعني هو يقدر يندمج مع المناظر بتاعة الديزرت اللي حواليه فما يبقاش مختلف عنها فيبقى يعرف يستخبى للبري بتاعته اللي هو عايز يصطادها او في نفس الوقت لو هو في بريديتور اللي هو الصياد اللي هو هيصطاد سواء كان اللي هيصطاد دوا سواء البريديتور دوا بقى حيوان اقوى منه هيفترسه او صياد انسان هيصطاده فهو يقدر ان هو يستخبى في وسط اللون. لو هو لونه مختلف عن الانفايرمنت اللي حواليه هيبقى واضح قوي مش هيعرف يستخبى. فهمت الفكرة. فهو بيبقى هو ربنا خلق له الادابتيشن ده عشان يقدر ان هو يقدر يكمل في المكان اللي هو موجود فيه. فاهم الفكرة بالظبط كده زي ايه يعني بتبقى ان انت بيحصل عملية ايه بيضحك على الحاجة اللي حواليه عشان يقدر يستخبى ويكمل. عارف زي ايه انت لو انت شفت مثلا في التلفزيون ان ضباط الجيش بتوعنا والعساكر الجيش لما بيكونوا طالعين بيعملوا ايه مثلا لو هم في حتة صحراء
بيبقوا لابسين الملابس بتاعتهم من نفس لون زي لون الرملة والحاجات اللي حواليهم، عشان ما يظهروش للعدو، فيبقوا واخدين من نفس لون الصحراء اللي هم موجودين فيها. لو هم بيعملوا حاجة في منطقة فيها زرع أو كده، بيبقوا لابسين حاجات اللون بتاع لبسهم لأ واخد من نفس اللون اللي هو بيبقى نوع من التمويه، يعني إن هم بيعملوا يستخبوا كده عشان ما حدش يشوفهم، نفس الفكرة. بس طبعًا إن هنا عندنا الexamples بتاعتنا ربنا خالقهم بالصفات دي عشان يقدر يبقى واخد من نفس البيئة اللي حواليه، فما يبقاش ظاهر. فاهم الفكرة إزاي؟ آخر example معانا يا ولاد هو بعض أنواع desert lizard. desert lizard بعض أنواع، إحنا قلنا lizard اللي هي السحلية، بعض أنواع السحالي بتبقى عايشة في الديزرت. مالها؟ بتبقى الهابيتات بتاعتها إن إحنا زي ما قلنا في الديزرت إن هي عايشة في الصحراء. الأدابتيشن بتاعها إن هي بتكون they have colorful skills. colorful skills يعني عندها حراشيف ملونة. كلمة skills يعني حراشيف، يعني الجلد بتاعها، بص لو انت بصيت معايا في الصورة كده الجلد بتاعها بيبقى خشن مبارز كده، دي بنسميها skills، حراشيف، بنسميها بالعربي حراشيف. بتبقى حاجات خشنة كده، بتبقى colorful يعني بتبقى ملونة. عشان that make them بتحصل hide، بتستخبى، ماشي، تستخبى among the colorful crooks، ما بين colorful crooks، ما بين الصخور الملونة in the desert. تمام. يعني بص انت ماشي مثلا في الديزرت كده، مش هتبقى شايف شكلها قوي ما بين، بص الروكس اللي حواليها، الاحجار والزلط والحاجات اللي حواليها دي والرملة دي، انت كده عارف تميز لونها؟ صعب. ما كنتش قريب قوي منها مش هتعرف تشوفها قوي. هي واخدة من نفس اللون الانفايرمنت اللي حواليها، في جلدها متغير زيها. هي دي نفس فكرة اللي احنا بنتكلم عنه. كل الاكزامبل اللي احنا قلناه ده يا ولاد بيتلخص في كلمة اسمها كلمة عنوان الاسم بتاعنا بيتكلم عن كلمة اسمها كاموفلاج. كاموفلاج كاموفلاج يعني التمويه أو يعني أو التخفي، يعني إن هو بيتغير شكله على حسب الانفايرمنت اللي حواليه. لو جينا عرفنا تعريف الكاموفلاج هو الكاموفلاج؟ It is a type of adaptation، هو نوع من أنواع الadaptation that some animals، بعض الحيوانات use it، تستخدمه to hide. ليه؟ to hide عشان تستخبى from their predators، إن هما تستخبى من البريديتورز or their prey، تستخبى من الحيوان المفترس اللي هيصطادها، أو تستخبى من البري، من الفريسة اللي عايزة تصطادها. by blending in. قلنا blending in يعني إن هي تندمج مع with the surrounding environment، إن هي تعمل اندماج مع البيئة اللي حواليها، فتقدر تستخبى، اللي هو كلمة تستخبى بالمعنى في الاسم بتاعنا اللي هو كاموفلاج، اللي هو التخفي أو التموه، إن هو ياخد من نفس لون المكان اللي حواليه فيبقى مستخبي. فهمتوا الفكرة؟ هو كل الإكزامبل اللي خدناه فكرة الليسون بتاعنا هي كلمة كاموفلاج. ده هو نوع من أنواع الأدابتيشن بيعملوا الأنيمالز أو living organism. طبعا هو أكيد هيكون أنيمال يعني، فبيعملوا ليه؟ عشان يقدر، هو بيحصل في الانيمالز وبعض الانسكتس الحشرات، عشان تبقى واخدة من الانفايرمنت اللي حواليها، عشان تبقى مستخبية، سواء هي زي ما اتفقنا تكون بريديتور او هتكون براي. تمام يا ولاد؟ احنا في الليسون النهاردة انت كمان لازم تبقى عارف، زي ما عرفت تعريف كلمة كاموفلاج، لازم تفرق ما بين كلمة بريديتور وبراي عشان تبقى عارف انت بتتكلم في الليسون بتاعك عن ايه. يعني احنا هنا كلمة بريديتور هي it's اللي هي is animal that hunts، الانيمال اللي بيعمل hunts هو اللي بيصطاد، اللي حروفها كتير. predator اللي حروفها كتير هو اللي بيصطاد، هو المفترس، زي ما احنا في الصورة كده اللي هنا عندنا التايجر هو اللي بيفترس الدير الغزالة اللي قدامه كده. فالتايجر اللي هو اللي عامل دور بريديتور، هو المفترس، هو اللي ايتس الدير، هو اللي بياكل الغزالة اللي حروفها كتير، هو المفترس. تمام. براي هي الفريسة اللي هي بتتاكل، اللي هي هنا في البيكتشر قدامنا هي الدير اللي هي الغزالة.
لازم تبقى حافظ الفرق ما بين بريديتور وبراي، ماشي، وتعرف برضو تعريف الكاموفلاج لازم تبقى حافظه. يبقى احنا قبل ما نخلص الليسون بتاعنا لازم الفوكابلري دي تكون حافظها، اللي احنا خدناهم من اللي هو كلمة adaptation يعني تكيف، ايكو سيستم نظام بيئي، الهابيتات اللي هو الموطن والبيئة بتاعته، environment اللي هي البيئة، ماشي، والبلاد فيزلز اللي هي الشعيرات الدموية اللي خدناها في السيشن اللي فات بتاعة البنجون. كلمة كاموفلاج اللي هي التموه أو التخفي، بريديتور يعني مفترس، ماشي، survival يعني البقاء على قيد الحياة إن هو يقدر يكمل ويستمر، ماشي، بولر ريجون أو بولر ريجون اللي هي منطقة قطبية، ديزرت اللي هي الصحراء، فورست اللي هي غابة، ليزرد اللي هي السحالي، ماشي، فور اللي هو الفرو، وبراي اللي هي الفريسة اللي هي قلنا اللي هي بيتم أكلها، اللي بيتم اصطيادها. انت لازم ان احنا قبل ما نخلص الليسون تحفظ الكلمات دي كويس قوي كلها عشان تبقى الليسون سهل معاك، وتحفظ كل التعريفات اللي خدناها، كتعريف البريديتور هو ايه، البراي هو ايه، تعريف الكاموفلاج لازم تبقى عارفه، تعرف ايه هي كلمة كاموفلاج وتقسمها على 3 مقاطع عشان تقدر ايه، ماشي، ان انت هتعملها كامو فلاج، كامو فلاج اعملها على مقطعين كده هتبقى سهلة معاك، اللي هو التخفي او التموت. وبكده نكون خلصنا السيشن بتاعتنا النهاردة، وإن شاء الله السيشن الجاية هنبدأ في ليسون جديد. أتمنى إن أنت تذاكر الليسون ده كويس وتفهم كل النقط اللي احنا قلنا عليها والجيف ريزون اللي فيه، والكلمات الجديدة اللي خدناها تحفظها عشان يبقى سهل معاك مذاكرة الليسون إن شاء الله. وأشوفكم على خير السيشن الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.